لخ رصاص على الناس العزل يا حيف. تمضي هذه الألحان جنبا إلى جنب مع ما يحدث على الأرض، بل إنها باتت كرجع الصدى له. سمعت هالشباب يما الحرية عالباب يما طلعوا يهتفوا له. شافوا البواريد يما قالوا اخوتنا هن ومش رح يضربونا. ضربونا يما بالرصاص الحي. وفي مقابل الرواية الرسمية لوصف المتظاهرين يأتي الرد بنبرة لا تخلو من تهكم. قالوا عنا مندسين، قالوا عنا مخربين، قالوا عنا مسلحين، قالوا عنا سلفيين، قالوا عنا وياما قالوا نسي يقولوا سوريين سوريين. وكما هو الحال مع المتظاهرين، كانت الحرية هي الكلمة المفتاح لكل ما يجري. يا حرية وين وين، حطوا العسكر بين. وحتى الراب وجد طريقه إلى أغاني المتظاهرين. بيان رقم 1، الشعب السوري ما بينزل. بيان رقم 1، أكيد هيك ما حنضل. عايشين ساكتين صاروا سنين لين تنضل هيك. إضافة للأغاني، يتبادل السوريون هذه الأيام مقاطع من مسرحيات قديمة يرون أنها تقترب مما يحدث اليوم. شو عم تبكي يا غوار؟ يا حيفك يا غوار، كان المستعمر يهريك من القتل وانت عم تضحك، هلا من كرباجين صرت تبكي مثل الاولاد الصغار. يا ابني يا نايف، لما بيضربك الغريب شكل ولما بيضربك ابن بلدك شكل تاني.